السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم واحد النقيشه باليد اليسريه. راكم كما كتعرفوا النقاشات غالبا تيبغيو ينقشوا راسهم، يعني ما كتبغيش تعطي يدك شي نقاشه واحده اخرى، خصوصا يعني ما كت الصراحه ما كرتاح حتى شي نقاشه من غير يديه. هو كيعجبني النقش ديال البنات بزاف، ولكن كنحاول ما امكن انني ننقش راسي يديا بجوج ورجليا وكل شيء. فهنايا شاركت معكم هاد النقيشه اللي هي باليد اليسريه، وكما كتشوفوا يعني الصراحه اكفس حاجه درتها هي هذه. ما كانش عليا الصراحه ندير النقش هكا عامر بزاف. في الاخير وحلت فيه، بقيت كنقول يا ربي لو كان دابا تجي شي لاله عوينتي تعاوني. حريرتي والله العظيم البنات. اختاريت هاد النقيشه هادي تكون عامره، فشفت غير الشكل عند واحد البنت عجبني بانه عامر بزاف في اليد، فقلت غادي نطبق على يديا. ولكن هاد الشيء اللي لداخل وهاد التعميره وهاد الشيء راه من الابداعات ديالي. انا خديت غير الشكل يعني النهائي زعما هكا. عجبني انه عامر بزاف، ولكن بقيت كنبدع راسي وكنحاول ندير شي حاجه اللي تكون سهله، يعني على حساب يدي ديال اليسار. راكم كما تعرفوا كتكون كترعد شي شويه بحال المبتدئات وداك الشيء. كنحاول ندير شي حاجة اللي هي غتليق ليا بيدي، بحال دابا الخطوطة هكايا بزاف كيصلحوا لي في يدي، خصوصا ان يدي كتبقى ترعد. يعني كيصلح لي خط نمشي نيشان، اما دائرة ونبقى ندير وردة ولا شي حاجة نتوما غتشوفوها في الفيديو. يعني الصراحة ما كتصلح ليش في يدي اليسرية نهائيا. يعني حتى بالنسبة للبنات اللي يعني المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا النقش، فهذه نصيحة من النصائح ديال انك تبداي تتعلم بهكا بالخطوطة بشوية بشوية، يعني حتى كتطلق لك يدك مزيان، وعاد ديك الساعة دوزي للوريضات ودوزي داكشي الاخر يعني اللي كيكون خاصك فيه التركيز بزاف. هنايا كما كتشوفوا يعني عمرت بداك الخطيطات هكا متلاقيين وفي وسط منهم بحال هكا نقيطات كيجيو بحال شي وريضات. صراحة عجباتني هاد الحصيرة هذه، دائما كتعجبني. كتعجبني هاد الشبيكة هادي كنديرها يا اما في الصباحان. ودابا هكا ملي شفت الموديل عند البنت بحال هكا يعني جاي صمتة وحدة، ولكن هي ما دايرهاش نفس التعميرة، غير انايا درت هاد التعميرة هادي حيت كتعجبني. صافي هنايا نتوما كما كتشوفوا يعني كنكمل اليد ديالي هي بلاتي هي احسن. الصراحة راني مسرعة لكم الفيديو لاقصى درجة ممكنة، لانه الا سرعته اكثر من هكا كيرجع يتزعزع بزاف وما كيبقاش يبان زوين. فيعني حيت يدي ثقيله بزاف بزاف بزاف، يعني راه ساليت هاد النقشه راه تقريبا شي ساعتين المكانه اللي خدات مني ولا ساعتين ونص. صراحه ما حسبتش بالضبط، ولكن المهم تقريبا ساعتين حتى ساعتين ونص، يعني راه خدات لي الوقت بزاف. وعاد كما كتعرفوا يعني بغيت نتسناها تنشف وعاد ندير لها السقيه وعاد نشارك معكم يعني كلشي في فيديو. ولكن الصراحة ما بقاليش الوقت، ولقيت راسي كنتسناها تنشف حتى نعست، حيتاش عمرت يدي من الفوق ومن التحت. وكما كتشوفوا راه درتها طالعة شوية، ماشي كيف دائما يعني كنديرها قصيرة ولا خفيفة. كتجيني سهلة. اول مرة غندير يعني النقش عامر بهاد اليد اليسرية، والحمد لله توفقت فيه في الاخير. عجبني الشكل النهائي، ولكن هنايا راه كنت كندعي عرفتي، كنتحسف على راسي انني اختاريت ندير هاد النقش هكا عامر. ما فهمتش علاش جاتني الزيغه انني نعمر يدي. والمشكله كون كانت غير اليمنيه ماشي مشكل، لو نعمر ما عنديش مشكل، ولكن باليد اليسريه عرفت هو واحد العذاب. والمشكله كنصور وتا التصوير كيزيد يعني يعذب الصراحه بزاف. فاش كنحيد التصوير راني كنقاد داكشي هو هذاك، وفاش كنكون كنصور سبحان الله العظيم كيبغي يتقاد لي حتى شي حاجه. المهم هنايا خصوصا هاد الجنب هذا حيت جاي عاطيها الكاميرا وبعيد عليا انا، يعني باش ننقشو بعيد عليا، فعذبني بزاف. يعني هاد الجنب هذا الصراحه لقيت فيه مشكل كبير. ولكن من بعد من لهيها يعني فاش قربت يدي في داك الصبع الكبير من ديك الجهه الاخرى جاتني الصراحه سهله. وفاش قربت نسالي لقيت التصوير تقطع ليا راسو. يعني انا كنصور في امان الله حتى حبس. ما شفتوش الصراحه منين حبس. على مده يعني حتى ماشي تقربت نكمل، المهم على واحد المده عاد اكتشفت بانه راه حبس. يعني حتى كنبغي نحبس انايا عاد لقيته حبس.
صافي ما بغيتش نبقى نخربق تمايا، وخصني نمسح بزاف د الفيديوهات وما عندي ما نمسح الصراحة. لأن كيف قلت لكم راه دالي ساعة ساعتين ونص تقريبا، يعني حتى في التصوير لقيت راسي مصورة فيديوهات يعني مقاطع فيهم 10 دقايق 15 دقيقة. فاش جيت دابا كندير المونتاج عرفتو اقسم بالله لقيت فيه نص ساعة ديال الدقايق. وعاد بقيت كندير المونتاج يعني كنحاول نزربو باش نخلي فيه غير 8 ديال الدقايق ولا 5 ولا، يعني علاش ما قديت. داكشي علاش كتشوفوا بانهم مزروب بزاف. زائد والله دالي الوقت بزاف، وهادشي كنت كنصور غير مقاطع، راكم تشوفوني كنقطع بزاف التصوير يعني كنصور. اما هنايا خلاص في هاد اللحظه هادي بقيت كندعي الله انه يوقف معايا وانا نقول هدا حبس خليني نكمل هادشي وراء الكاميرا. كما كتشوفوا يعني الوراضي وداكشي كيجوني الصراحه شويه صعابين باليد اليسريه. هي في هاد الجنب هذا جاني ساهل، غير للاسف انه تقطع التصوير لان التليفون ستوكاج راكم كتعرفوا يعني كنصور غير فيديوهات قلالين صافي كيعمر ستوكاج. واخا خديت كارت ميموار كبيره وداكشي ولكن ستوكاج والو كيعمر دغيا دغيا. صافي هنايا يعني الصراحه جاتني ساهله بزاف لان قريبه ليدي. وصافي نخليكم مع الفيديو التتمه ديالو ان شاء الله. المهم غادي نكمل معكم غير بالتصاور، ولكن المهم في الاخر غادي يطلع الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم وبسلام عليكم.